عاجل خوتي، حديث قوي عن تأجيل بطولة كأس أفريقيا بدولة المغرب، وسيناريوهان يدرسانهما الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل حل هذه الازمة. طبعا شهدت الساحة الكروية مؤخرا حديثا متزايدا حول امكانية تأجيل بطولة كأس افريقيا المقبلة بدولة المغرب، وذلك على خلفية الاوضاع الراهنة التي يعيشها الشارع المغربي مؤخرا. وطبعا بحسب مصادر متطابقة فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بقيادة باتريس موتسيبي قد يدرس خيار تأجيل جديد للبطولة أو حتى سحب شرف التنظيم من المغرب ومنحه لدولة أخرى في حال تعذر إقامتها في موعدها المقرر. وطبعا هنالك حاليا تصعيد في المغرب عند الجماهير المغربية، وذلك عندما أكدت لنا التقارير بأن الشارع المغربي يلوح بمقاطعة بطولة كأس إفريقيا وحتى مونديال سنة 2030. وطبعا تعتبر هذه الخطوة خطوة قد تكبد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خسائر مالية ضخمة. باتريس موتسيبي حاليا في ورطة ويدرس سيناريوهات بديلة. من بين السيناريوهات يا إما تأجيل بطولة كأس أفريقيا بدولة المغرب، أو سحب شرف تنظيم البطولة وإهدائها لبلد آخر جاهز لاحتضان هذه البطولة. وفي حال هدأت الأوضاع سيتم لعبها بطبيعة الحال في الأراضي المغربية مثل ما كان عليه الحال مؤخرا. فأي سيناريو تفضلون وأي سيناريو تتوقعون أنه راح يجسد فوق أرض الواقع؟ أعطونا رأيكم في التعليقات.